ساوته الهيئة الكردية العليا على أساس أنه هي المظلة التي تجمع الأكراد ولا ينبغي الخروج عن قراراتها. وأول من انتهك يعني ميثاق هذه الهيئة الكردية العليا هو أنتم، فور دعوة أو استدعاء المخابرات التركية لصالح مسلم. صالح مسلم سافر إلى تركيا في 2013 والتقى بالمخابرات التركية، ويعني الشعب الكردي في سوريا لا يعرف ما الذي دار بين المخابرات التركية. هل أعلنتوا عن ما دار بينكم، ما دار يعني الأسرار هي؟ وعم تحكوا عن الشفافية. ماذا دار في اللقاءات التي جرت بين صالح مسلم والمخابرات التركية؟ مرتين ثلاثة صالح مسلم راح على تركيا. أنتوا بس بتعرفوا تنتقدوا أنه في مكتب للمجلس الوطني الكردي في تركيا، هؤلاء أردوغانيين، هؤلاء كذا كذا كذا. شو دار بين الشعب؟ قواعدكم، رفاقكم، مؤيديكم يعرفون شيء عن ما جرى وتداولتموه مع المخابرات التركية؟ لا يعرفون شيء. هل استشار صالح مسلم الهيئة الكردية العليا؟ هل استشار حميد درويش، الأستاذ عبد الحميد درويش، الأستاذ محي الدين شيخ آلية، الأستاذ جمال شيخ باقي، الأستاذ محمد موسى؟ هل استشار هؤلاء قبل أن يذهب صالح مسلم إلى المخابرات التركية؟ لم يستشر أحد، ذهب من تلقاء نفسه. هل استشار البيادة في علاقاته مع النظام السوري، الأكراد السوريين والأحزاب الكردية، أنه يا أخي والله نحن عم نشوف أنه مصلحتنا مع النظام السوري ورح نروح مع النظام السوري؟ هل استشار أحد من الأحزاب والشخصيات؟ لم يستشر أحد. هذا قرار فرض على صالح مسلم. مين صالح مسلم حتى يقول لحزب العمال الكردستاني لا؟ مين ألدار خليل حتى يقول لحزب العمال الكردستاني لا؟ نحن لسنا مع هذه السياسات الخاطئة مع النظام السوري. نحن آبوتشيون، نعم. نحن مع فكر عبد الله أوجلان، نعم. نحن مع مشاريعه وطروحاته والمجتمع الإيكولوجي والمجتمع البيولوجي والمجتمع الأوجلانولوجي، شو ما كان يعني التسميات. نحن مع هذه التسميات، لكن لسنا مع التحالف مع النظام السوري. هل يجرؤ ألدار خليل على هذا الكلام؟ أو بيشيلوه مش من القامشلي بأوروبا وبيكبوه يعني حزب العمال الكردستاني. صالح مسلم هل يجرؤ أن يقول لحزب العمال الكردستاني شوي شوي علينا، يعني بالراحة، نحن معكم لكن لا تملوا علينا، يعني نحن مش عمال وموظفين عندكم، نحن مش أولاد صغار يعني تعرفونا طبيعة العلاقة مع النظام السوري وماذا ينفع الأكراد السوريين من تحالفات واصطفافات إقليمية ودولية. نحن بنعرف وضعنا ونحن فينا نقرر، في عنا كفاءات، في عنا قيادات، في عنا نفهم. يعني هل يجرؤ صالح مسلم أن يقول كلمتين بهذه الطريقة لحزب العمال الكردستاني؟ لا يجرؤ. من يجرؤ؟ نواف خليل يجرؤ، طه خليل يجرؤ، ريدور خليل يجرؤ، آلدار خليل يجرؤ. بس بدي شي واحد يجرؤ أن يقول لحزب العمال الكردستاني خيو نحن أبوتشيين، نحن أوجلانيين 1000%، بس تحالفات وعلاقات واصطفافات يا أخي خلونا نحن نساويها، ما تفصلونا كل شيء وتلبسونا يعني من غير المعقول يعني إلى هذه الدرجة من انعدام الإرادة والشخصية. بيجي بيمدح لي والله النظام السياسي واذهبوا واقرأوا عبد الله أوجلان. أنت قريت عبد الله أوجلان؟ أنت بتعرف عبد الله أوجلان كيف؟ أنت شلون عبد الله أوجلان يرفض بشكل قاطع الفكر القومي الآن، يرفض بشكل قاطع المشاريع. ونشرت جزء من الكتاب الأخير مانيفستو الحضارة الديمقراطية. يعني هي قصة التقليد، المانيفستو الشيوعي، البيان الشيوعي اللي كتبه كارل ماركس، عبد الله أوجلان كمان لازم يكون له مانيفستو، بيان المانيفستو الحضارة الديمقراطية. شو يعني هذا موضوع آخر راح أحكي فيه
يعني تشبيه أوجلان لنفسه ومقارنته مع المسيح ومقارنته مع إبراهيم الخليل ومقارنته مع محمد ومع كارل ماركس. لم يبقى أحد في هذا الكون من رموز الفلسفة والمصلحين والأنبياء والرسل وعبد الله أوجلان لم يقارن نفسه معه. هذا موضوع آخر سآتي عليه. يعني تتحدثون عن مسعود برزاني. مسعود برزاني ذهب إلى نظام صدام حسين لكي يصلح القضية الكردية. لم يتنازل عن كركوك، لم يتنازل عن كركوك، ولم يذهب لكي يصبح تابع أو عميل دليل للنظام الصدامي. على العكس تماما، حاول أن يصلح القضية. أنتم حاولتوا أن تصلحوا القضية. حزب العمال الكردستاني هل كان بين مؤيديه 2 مليون مهاجر لحتى يلجأ ويضطر اضطرارا أن يدخل في مساومات وصفقات مع النظام السوري؟ مسعود برزاني لم يدخل في مساومات وصفقات مع النظام العراقي. ذهب لكي يحل الموضوع. لم تتكلل المفاوضات. ومسعود برزاني لم يذهب بمفرده مثل ما ذكرت، يعني ذهب مع جلال طالباني بقرار مشترك من الأحزاب الكردية. أنتم هل استشرتم الأكراد الأحزاب الكردية أنه سنذهب إلى النظام السوري، سنتحالف مع النظام السوري؟ هل سويتوا هيك شيء؟ بتقارنوا نفسكم مع مسعود برزاني. والله مسعود برزاني استنجد بنظام صدام حسين عندما يعني في حربه صراعه الداخلي مع الاتحاد الوطني للكردستان. نعم فعل ذلك، لأنه أنتم كنتم عم تضربوا مسعود برزاني من الخلف في 2005. معروفة يعني الهجوم الذي شنه حزب العمال الكردستاني بالتنسيق مع الاتحاد الوطني، وضيقوا الخناق على الرجل فلجأ إلى صدام حسين. هذا مسألة يعني نقطة سوداء في التاريخ الكردي ومثار انتقاد. لكن الاتيان بهذه الحادثة في سياق وظروف معينة لكي تبرروا حلاقاتكم وتحالفكم مع النظام السوري، يعني أنتم ضمنا تعترفوا بأن علاقتكم مع النظام السوري شيء قذر، شيء وسخ، شيء مهين وللتاريخ الكردي بعد 7000 سنة، وتحاولوا أن تلتمسوا يعني تشوفوا هيك مبررات وأعذار لحتى ترقعوا هالمسألة بصرف النظر. يعني والوضع مختلف تماما، يعني في السياق السياسي، الحرب الداخلية ما بين الأحزاب الكردية في كردستان العراق، الظروف الإقليمية، تضييق الخناق على مسعود برزاني، كل هذه الظروف دفعت الرجل لكي يعني السكين وصلت للعظم يعني يلجأ لصدام حسين. وفي المحصلة مسعود برزاني كان من أبرز الذين أسقطوا نظام صدام حسين. هل ستكونون أبرز الفصائل التي ستسقط حافظ الأسد بعد كل نظام بشار الأسد، بعد كل هذه الفضائح في العلاقة مع نظام بشار الأسد التي لا مبرر لها قياسا بمبررات ما حصل في كردستان العراق؟ تجوا بتقارنوا نفسكم مع مسعود برزاني الذي لديه حاليا مشروع دولة. أنتم ماذا أسستم؟ في تركيا ماذا أسستم؟ في سوريا ماذا أسستم؟ تحكوا لي عن المشروع الذي ينبغي أن يدرس. أحلام كفرت أنه لما حكت أنه والله صوت فلان ينبغي أن يدرس، إحساسك، وهي العبارة التقطها بعض يعني قيادات وإعلاميي حزب الاتحاد الديمقراطي، فكر عبد الله أوجلان ينبغي أن يدرس في فلان في الدول والنظم. ما هذا الكلام السخيف؟ فكر عبد الله أوجلان مليء بالتناقضات، وسآتي على ذلك في فيديوهات أخرى. ماذا يعني يدرس؟ أنا قرأت عبد الله أوجلان أكثر من ريدور خليل ومن نواف خليل ومن آردال خليل. قرأت، كتبت كتاب حتى كان في انتقادات. يعني لما كنت مؤيد لحزب العمال الكردستاني كان في انتقادات لتجربة أوجلان، لم ينشروا الكتاب، طلبوا مني أن أشطب هذه الانتقادات، رفضت شطب الانتقاد، خففت منها لكن لم ألغيها. لا، طلبوا أن أشطبها، قلت لا، لن أطبع هذا الكتاب.
أرفض حتى أنتم تطبعوه كمان. وهذا موضوع آخر يعني، كله موثق يعني في المراسلات البينية، كله موثق، ما في حدا واحد يجي يحكي برات هذا السياق كلمة زيادة وكلمة ناقصة. يعني هذا الأسلوب المتهالك والمتهافت في التغطية على العلاقة مع النظام السوري، يعني بيأتوا بمبررات وأعذار أوقح بكثير من الذنب الذي اقترفوه. هذا ليس شيء جديد. ربما ارتفعت نسبة التضليل والتشويه والجهالة في المحاججة والتبريرات ارتفعت في الفترة الأخيرة، لأنه الجرائم ازداد حجمها، يعني الفظائع ازداد حجمها، لكنها كانت موجودة سابقا أيضا. يعني قضايا التغليل، يعني تضليل الناس واستهداف سمعة الناس وكرامة الناس، هي موجودة وبإمكان أي باحث يعني يأتي بكتب أوجلان وبتاريخ الحزب ويقارنها، وسآتي على ذلك يعني في فيديوهات قادمة، سآتي على ذلك. طريقة تعامله مع زوجته، طريقة تعامله مع المرأة، السيد عبد الله أوجلان ماذا كان يقول عنها سابقا وماذا يقول عنها حاليا، قبل اعتقاله وبعد اعتقاله. وبتشو بتقولوا والله فلان متذبذب وفلان يقول نقيض ما كان يقوله سابقا. أنا شخص يعني أكاتب، قلت شيء والآن أقول شيء مختلف. كنت أدافع عن حزب العمال الكردستاني عندما كنت مقتنعا به، والآن أنتقده بشدة، ولا يعني يهمني التهديدات والقتل والتشويه والمسائل هاي. المهم أن الناس تعرف عن شو عم تدافع. هؤلاء المقاتلين يعرفوا لماذا، أين يذهب دمهم، كيف يهدر دمهم. يعني أكثر من انقلب على نفسه على مستوى الطروحات والسياسات هو حزب العمال الكردستاني وزعيمه عبد الله أوجلان. بتجوا بتقولوا والله هو شانكوسي كان كذا وصار كذا. عيب هذا الكلام، عيب. إذا أنتم يعني تتهمون الناس، هذه الاتهامات تنطبق عليكم وهي ليست اتهامات، أنتم متلبسون بالجرم المشهود بهذه الاتهامات التي تسوقونها للناس أو تلحقونها بالناس. يعني هذا الإسفاف في التعامل في منطق المحاكمة. خلاص اعترفوا وقولوا كنا مع النظام السوري، كنا ضد الثورة السورية للأسباب كذا، شفنا مصلحة الأكراد كذا. لا تتستروا على هل الجرائم هاي بحجج هي يعني واهية وتافهة وسخيفة وركيكة، وتنم عن الإفلاس السياسي والأخلاقي والإعلامي والثقافي وكل شيء بيخطر على بالكم. على أي حال أكتفي بهذا القدر، ولي وقفات أخرى فيما يتعلق بهذه التجربة. دمتم بخير.